التلقيح الصناعي. يعني ايه تلقيح صناعي؟ التلقيح الصناعي ببساطة هو ان انا باخد الحيوانات المنوية بتاعة الزوج، بعمل لها معالجة بشكل معين، بزود بعض المواد عليها، بنقيها من التشوهات، وبعد كده بنحقنها داخل الرحم. الكلام ده بيتم في وقت التبويض اللي احنا بنكون محددينه قبلها بفترة، وعاملين متابعة تبويض وتنشيط تبويض للزوجة علشان نستفيد بأقصى شكل ممكن. نسبة نجاح التلقيح الصناعي لا تتعدى 15% في أحسن الأحوال، وهو إجراء طبي له دواعي استعماله في وقت معين وفي حالات معينة. أنا بنصح بالتلقيح الصناعي في الأول للحالات اللي عندها تأخر حمل غير معلوم السبب قبل اللجوء إلى الحقن المجاري، لأنه ممكن يحل المشكلة بسهولة. ولكن في بعض الحالات الموضوع بيكون صعب، خاصة لو مر عليه زواجهم فترة طويلة. التلقيح الصناعي دلوقتي مع استخدامه في حالات تشنج المهبلي أصبح بيكون ليه دور كبير جدا وبيعالج المشكلة دون لجوء هذه الحالات إلى الحقن المجهري. التلقيح الصناعي في حالات ضعف الحركة البسيطة عند الزوج بيزود جدا فرص الحمل عن طريق التلقيح الصناعي. التلقيح الصناعي أيضا في حالات ضعف الحركة عند الزوج بيزود فرص الحمل بشكل كويس. وبالتالي احنا لينا استخدامات معينة في التلقيح الصناعي، ولازم نكون عارفين قبل ما نبدأ التلقيح الصناعي ان هو عملية ذات نسبة نجاح محدودة وليست كبيرة زي الحقن المجاري، ولكن ايضا له تكلفة بسيطة مقارنة بتكلفة الحقن المجاري.